السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هعمل معاكم بسكويت النشادر الصعيدي بمقادير مظبوطة. البسكويت اللي بيطلع من الفرن هش ودايب وريحته بتجيب لآخر الشارع. بسكويت خفيف وهش ودايب دوب ومقرمش كمان وطعمه حلو ومقادير مظبوطة. من النهاردة هتكوني رئيسة قسم في عمل البسكوت. هنعمل مع بعض بسكويت النشادر الصعيدي. اللي ما بتعرفش تعمل البسكويت تجرب الطريقة دياتي وانا متأكدة انك هتعتمديها على طول. النهاردة هنعمل بسكويت بالعيار الصعيدي اللي هو علبة السمنة المنتشرة عندنا في الصعيد، واغلب الصعايدة بيستخدموا علبة السمنة او السلطانية علشان طبعا مش كل الناس عندها ميزان. وهقولك كمان عليها بالكيلو وبالكوباية، وهقولك على طريقة حفظ البسكوت. ما شاء الله المعيار بيطلع كمية كبيرة. وهقولك كمان على الدقيقة اللي أنا مستخدماها، وهقولك لو استخدمتي دقيق فاخر تستخدمي قد. احنا صراحة الصعايدة بنحب نعمل كل حاجة بكميات كبيرة. يلا كده بينا نشوف المقادير المظبوطة بتاعت بسكوت النشادر الصعيدي بالعيار الصعيدي بأسهل طريقة. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ الفيديو ونشوف بقى ايه الطريقة بتاعتنا ومكوناتنا ايه. اول حاجة هنا يا حبايبي انا هشتغل على 7 كيلو دقيق، تمام. وتاني حاجة كده هنجيب البيض بتاعنا. جبت البولة بتاعتي اللي هكسر فيها البيض، وهنا عندي عدد 20 بيضة. 20 بيضة بس البيضة كبيرة. لو انت البيض صغير هتستخدمي 5 بيضات. عندي 7 كيلو دقيق، بس الدقيق اللي انا مستخدماه دقيق قمح مش دقيق فاخر. وانا وبشتغل معاكم هقولكم الفرق ما بين ده وده. 7 كيلو دقيق القمح دول بيعادلوا 5 كيلو دقيق فاخر. يعني انت ده هتجيبي 5 كيلو دقيق فاخر هتستخدمي نفس المقادير اللي انا بستخدمها هي لو استخدمتي دقيق فاخر، لان الدقيق الفاخر مادة الجلوتين بتبقى عالية فيه فبيمتص السوائل، لكن دقيق القمح ما بيمتصش السوائل. يعني 20 بيضة دول كويسين جدا على 7 كيلو قمح الدقيق القمح، لكن كويسين على ايه؟ على الدقيق الفاخر يكون ايه 5 كيلو. يعني انت لو استخدمتي دقيق فاخر علشان مادة الجلوتين عالية فيه، يعني فيه عرق بيكون، لا هتستخدم 5 كيلو بس. والخمسة كيلو زي ما قلت لك دقيق الفاخر بيعادلوا 7 كيلو من دقيق القمح. يعني اهيني بعيد وازيد فيها لان الدقيق الفاخر فيه عرق على دقيق القمح فبيمتص السوائل. هنيجي بقى جبت البيض بتاعي اللي كسرته في البولة طبعا عشان لو في حاجة واحدة كده مش كويسة اطلعها. جيت نزلت بيهم ايه في العجان بتاعي، وبعد كده نزلت هنا ب2 كيلو سكر بودرة. طبعا 2 كيلو هتجيبي 2 كيلو سكر كده من سكر التومين وهتطحنيهم طحنة كده تكون ناعمة. والاتنين كيلو دول يعني 10 كوبايات من المج اللي انت شايفاه ده. يعني 10 كوبايات من السكر هتجيبيهم كده وتطحنيهم طحنة ناعمة. هيعملوا كده يعني انا بقول لك 2 كيلو سكر يعني 10 كوبايات. بعد كده حبيبتي نزلت بكوباية من اللبن، وبعد كده نزلت بكوبايتين من الرايب. ايوه هتقولي لي البسكوت بيتعمل بالرايب، هقول لك ايوه بيتعمل بالرايب. ولو عايزه تستبدلي كوبايتين الرايب دول باللبن استبدليهم، تمام. عايزه تحطي لبن بودره حطي لبن بودره، يعني حاجه ترجع لك، بس كمان الرايب خطير. وبعد كده بعد ما نزلنا بكوبايتين من واحده من اتنين رايب وواحده لبن، هنزل ب10 هنا فانيليا. لو عندك فانيليا برتكان حطي، هيديكي كمان ريحة وطعم ولون. انا هنا ما عنديش صراحة ما لقيتش، فنزلت هنا ب10 اكياس من الفانيليا، فانيليا بودرة. انا بحب احط فانيليا بودرة في البسكوت، بالذات البسكوت بحب احط له فانيليا بودرة، لكن بعد كده اي حاجة ممكن احط لها فانيليا سائل. هنا بقى هنضربهم مع بعض كده. نزلنا كوبايتين من الرايب، كوباية من اللبن، و2 كيلو سكر من بودرة. دو هتجيبي 5 كوبايات 2 كيلو من سكر التومين او من اي سكر هتشتريه من بره. هتطلعي منه 10 كوبايات وهتطحنيهم هيجيبوا 2 كيلو، تمام. ونزلنا ب20 بيض. هنيجي بقى هنا للنشادر. النشادر دول 3 اكياس، كل كيس ب5 جنيه. كل ما وديت
يعني ابو يوسف كده يجيب لي، كل ما يجيب لي يطلع مش كويس. بعد كده اخدت بعضي انا ورحت بقى، ورحت جبت بنفسي، جبت نشادر مظبوطة ويعني ممتازة جدا جدا وريحتها حلوة. نزلت هنا ب5 معالق نشادر من معالق الشاي الصغيرة، والمعلقة تكون هرمية، 5 معالق. وهني بعيد وزيد يا جماعة، معاكم بقولكم ال7 كيلو دقيق القمح بيعادلوا ال5 كيلو دقيق الفاخر. تمام. هنا بعد ما ضربناهم مع بعض هنيجي للدقيق. الدقيق يا حبايبي شوية اللي انتوا شايفينهم في العلبة دول كيلو، عشان نمشي مظبوطين. يعني هتحطي كده 3 قراريط كده، هتحطي ايدك هتلاقي العلبة ايه فاضية. هنزل كده بالكيلو في العجان بتاعي. بعد كده بقى العلبة دي هعمل 4 علب. ال4 علب دول اللي انا هعملهم ب6 كيلو دقيق. العلبة بقى اما بتضغطيهاش هتعبي العلبة وتاجي خبطاها كده على الحلة او على الارض، لازم تخبطيها. وبعد كده هتميها بالدقيق زي ما انتوا شايفين كده، هنا خبطها فنزل الدقيق. بعد كده بحط كده دقيق واجي يعني معليها شوية كده، يعني هرمية بس ايه خفيف. دي بتجيب العلبة دي 1.5 كيلو. يعني بالعب اللي انا بعبيه ده اللي انت شايفاه بخبطها وعبيها واخليها يا دوب هرمية نوعا ما، بتجيب 1.5 كيلو. 1.5 كيلو في 4 علب كده ب6 كيلو. 6 كيلو والشوية اللي انا حطيتهم في الاول كيلو، يبقى كده ايه 7 كيلو. هنا عندنا زي ما قلت لك الصعايدة بيكيلوا هنا بالعلبة دياتي او بالسلطانية، اللي هي السلطانية بتاعت ايه امهاتنا وجداتنا، يعني السلطانية الألمونيا او الساج. اكيد يعني عندكم موجودة، انا كانت عندي موجودة بس مش عارفة راحت فين. تمام. ادي هنا بقى ايه، حطيت هنا 4 علب ب6 كيلو. وبعد كده نزلت بشوية اللي حطيته في الاول كيلو، كده 7 كيلو دقيق قمح صافي. وبعد كده هنزل ب2 باكت من الكيك شيف او بيكنج بودر اللي موجود عندك. حطيت 2 هقلبهم. وبعد كده اللي هجيب ايه، هجيب السمنة بتاعتي بقى. السمنة بتاعتي هجيبها كيلو من السمنة، يعني 5 كوبايات. اهيني بقول لك عليه بالكيلو وبالكوباية، عشان ما اللي ما عندوش ميزان عنده الكوباية. هنجيب كيلو السمنة هندوبها كده على النار، بس طبعا اللي هتكون باردة، ما هتنزليش بيها سخنة. اللي هعمل معاكم هعير معاكم 5 كوبايات. اللي هنزل بيهم هنا على الدقيق. طبعا انت لو حابة تحطيهم من الاول على البيض هتحطيهم، بس السمنة تكون باردة عشان ما تسلكش معاك البيض. انا ماشيه معاكم خطوه بخطوه كده، علشان حبايب الصغيرين اللي لسه ايه متجوزين جديد وما عملوش بسكوت قبل كده، يعني الفيديو ده فعلا هيريحهم. امشي على المكونات اللي بقولك عليها والله، ولا يطلع معاكي مظبوط على الشعره. هنا حبايبي نزلت هنا ايه على الدقيق كده بال5 كوبايات السمنه اللي هو كيلو، لان الكوبايه يا جماعه بتاعت اللي هتعيريها كده هتلاقيها 200 جرام. الكوبايه 200 جرام، 5 كوبايات يعني كيلو. بعد كده بقى ايه، هتلمي العجين لم، مش هتعجني عشان ما تربيش عرق للبسكوت. لان لو ربيتي عرق للبسكوت في العجن، اللي هينشف معاكي البسكوت وهيعضم كده ومش هيدوب معاكي في الشاي. عايزاكي تلمي لم. هنا حبايبي انا ايه نزلت بكوبايه من الميه. كوبايه الميه ديت يا حبايبي اللي هتخلي معايا البسكوت هش وخفيف، بس في نفس الوقت متماسك. يعني اول ما هتحطيه في كوبايه الشاي كده مش لا هينزل منيكي، بس لكن اول ما هتحطيه في بقك اللي هيدوب معاكي دوب. هي كوبايه الميه دي. وبالامانه يعني انا طبعا كلنا عارفين ان احنا لازم نجرب البسكوت، لازم نعمل صينيه كده ونجربها ونشوفها. شايفين البسكوت معايا العجانه فاضيه وهيقطم معاكي قطم اهو، ما فيهش اي عرق. دلوقتي انا لا هجرب البسكوت ولا هشوفه ان كان محتاج حاجه ولا مش محتاج حاجه. هنا شايفين يا جماعة، انا هنا جربته. شايفين شكله من فوق كده تحسيه ايه مخشرف كده من فوق، مش متساوي مش ناعم يعني خالص. ده هنا احتاج معايا كوباية مية تاني، يعني كمية السوائل بتاعتي اللي انا حطيتها 2 رايب على 2 مية على كوباية لبن. وطبعا انت لو حطيتي بدل الرايب 2 لبن مش هتحتاجي للكوباية التانية بتاعت المية نهائيا. تمام.
هنا طبعا انا حبايبي هشتغل بالمكنه وهشتغل يعني معايا الشكلين دول بحبهم، بحب النجمه واحب الشكل دياتي وشكل ثالث. الاشكال دول فعلا انا لما بحب اعمل بسكوت ما بعملش غيرهم. هنا جبت الصواني بتاعتي دهنتها سمنه، عايزه تدهنيها زيت ادهنيها زيت. وطبعا عايزه اقول لك على موضوع السمنه والزيت، انت بقى لو حابه تحطي زيت في البسكوت حطي زيت، بس اهم حاجه ما تكونش الكميه الكبيره دي، لازم تكون كميه بتاعت كيلو او 2 كيلو، علشان البسكوت تاكليه في 3 4 ايام كده ويخلص. علشان البسكوت ابو زيت لو طول عندك بيطلع ريحه مش كويسه. بس لكن انا طبعا عشان عامله كميه كبيره وهتقعد معايا فلازم اعملها بالسمنه، علشان اي حاجه بالسمنه بتعيش عمرها طويل غير الزيت. هنيجي بقى للتسويه. التسويه هنا حبايبي الفرن لازم تكوني معايا سخنه جدا، واول ما تدخلي البسكوت تهدي النار من تحت جدا 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 تهديها، ومن فوق تبقى يعني عاليه شويه، يعني مش عالية جدا لا، بس هي تكون اعلى من اللي من تحت. اهم حاجة من تحت ما تخليهاش عالية، عشان احنا البسكوت مش عايزينه يتلسع معانا، وعايزينه في نفس الوقت يستوي من جوا، يعني ينس احنا الصعيدة بنقول ينس. يعني ايه نس؟ يعني البسكوتة من جوا يعني تستوي معانا في القلب. ليه؟ علشان عمرها يطول، عشان لما تحطيها في جردل البلاستيك او اي حاجة بلاستيك ما يرجعش طري معاكي تاني، وعمره يطول معاكي. لازم الفرن تكون سخنة والنار من تحت هادية جدا جدا، ومن فوق تكون عالية شوية على من تحت، علشان يطلع معاكي باللون الحلو ده. وعلى فكرة احنا بنحب البسكوت يكون احمر، بنحب البسكوت لما ناكله كده ونغمزه كده في الشاي نحس بالطعم الطعم الحلو دياتي، اللي هو اللون الاحمر دياتي بيبقى له طعم حلو جدا في الشاي. تمام. شايفين لونه ما شاء الله، والكمية اللي جابها 7 كيلو. اللهم صل على النبي، الله اكبر والله العظيم. يعني انتوا عارفين اني انا بقول لكم الكميه دي هتقعد معايا، بالنسبه لكم ان هي تقعد انتوا، لكن انا صراحه والله الكميه دي ما تديني 15 يوم. طول ما عندي بسكوت على طول تلاقيهم بس مركبين غلايه الشاي على على البوتاجاز، وطول النهار ياكلوا في البسكوت. شايفين انا عملت هنا حرف الاس وعملت الحلق، والله الحلق ده بموت فيه. سبحان الله، العجينة كلها واحد، بس لما بتاكلي الحلق دياتي بتحسيه مش من البسكوت خالص. انا بعشق حاجة اسمها حلق. وعملت حرف الاس، وعملت الشكل دياتي، وعملت الشكل التاني. وشوية اللي انتوا شايفينهم في الطبق الصغير دول اللي كانوا فاضلين في المكنة، اللي بيجوا في اخر المكنة كده وما بيرضوش يطلعوا، فانا دول طلعتهم كده وبرمتهم زي ما بتبرمي الفايش، يعني طلعوا حلو والله، شكله حلو. سامعين الصوت؟ والله هش وخفيف وبيدوب في بقك وكمان في الشاي، وطعمه حلو جدا. ونسبة السكر اللي انا حطاها 2 كيلو مناسبة جدا جدا جدا، مخلية طعم البسكوت لو عايزة تاكليه حاف من غير ما تاكليه في شاي تاكليه. شايفين ما شاء الله الكمية كبيرة ما شاء الله، القمح ده بيجيب كمية كبيرة جدا جدا. والمقادير دياتي زي ما قلتلك مقادير 5 كيلو من الدقيق الفاخر. يعني بس البيض لو حابة تزود البيض زودي، يعني البيض لو انا حاطة 4 بيضات كل كيلو، يعني الكيلو ليه 4 بيضات، بس لو البيض كبير، لو البيض صغير هتحطيه 5 بيضات. هقولك على طريقة الحفظ. طريقة الحفظ بقى عايزة تحطيها في جراد البلاستيك، ده طبعا المضمون 100%. عندنا هنا الصعايدة، أغلب الصعايدة بيحطوه في كراتين، لكن صراحة طريقة الحفظ دي مش سليمة، لأن البسكوت فيه مادة دهنية، الكراتين بتمتص المادة الدهنية فالبسكوت بيعضم. لكن انت لو عايزة تحتفظي بيه في الكراتين حطي كيس مشمع، علشان البسكوت يحتفظ بالمادة الدهنية بتاعته، ويقعد هش وخفيف معاكي لغاية آخر إصبع بسكوت. وبكده يا حبايبي وصلت لنهاية الفيديو. واللي سمعت الفيديو تصلي على النبي في الكومنتات، وتحط لايك وتشترك في القناة، وتشير الفيديو كمان لأصدقاء علشان تستفادوا مني. نلتقي الفيديو الجاي على خير إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم.